السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاتني واحد الفكرة أريد أن أشارك معكم فيها. في انتخابات ديال 2021 عندما كان يستعد بعض الأحزاب للترشح، كنا كنقولوا أن حزب الأحرار برئاسة المحترم رئيس الحكومة المستثمر والمقاول والأرشي ملياردير عزيز أخنوش، الناس بغات تغيير، إذا أرى يصوتوا على حزب الأحرار، يصوتوا على السي عزيز أخنوش. كنا نظن أن السي عزيز في خلال المسيرة ديالو كرئيس حكومة يقدر بعض الأحيان يتدخل كمستثمر ويدير واحد لو جيست ويدير واحد الحركة رجولية تعبر عن الوطنية، ولا نشك في وطنيته ولا نشكك فيها، مجرد أنا كنستأنس معكم بهذا الحوار. السي عزيز في كورونا تتذكرون أنه دار واحد لو جيست وعاون واحد القدر د الفلوس، والمغاربة فرحوا. السي عزيز أخنوش عاون في كورونا، وكانت مبين أنه من الناس الوالة اللي ملياردير اللي عاون بواحد القدر كبير، مشكور. حركة زوينة جميلة، خداو الحكومة ماشيين. لكن بغينا حسن النية، وبغينا السي عزيز أخنوش تثبت لنا إلا كانوا الناس غيروا حزب العدالة وبن كيران بحزب الأحرار وما بانت حتى حاجة على الشعب. خصنا تبان شي حاجة على الشعب، ماشي عليكم نتوما وعلى المقربون وعلى البرلمانيون وعلى صحابكم ديال الضيعات وديال اللي استافدوا من المخطط الاصفر والازرق والاخضر، ولا اللي الناس اللي دابا كيستافدوا من هادشي ديال اعالي البحار. بغينا السي عزيز المغاربه يستافدوا. انا نعطيك واحد النقطه، واحد الفكره، وهي نشاركها مع المغاربه. مؤخرا أنت تستثمر السي عزيز أخنوش في كل شيء، في الهواء، في الأكسجين، في المازوت، في الإيسانس، في أي حاجة تستثمر. الله يسهل عليك، الله يزيدك، الله يبطلك، الله يكثر عليك المليارات والملايير، لأن غدا يوم لقاء الله اللي عندهم الفلوس بزاف غيتعطلوا شوية في الحساب مع مولانا، ملي غنكونوا شادين الصفوف وكنتحاسبوا. اللي حازقون فقيرون غيدوز دغيا، ولكن اللي عندهم الفلوس غيتحاسبوا مع مولانا. بحال هادشي دابا اللي كيدار في الدنيا، هاد محاكمات ديال المال العام، وهادشي محاكمات ديال الله سبحانه وتعالى بوحدها. الفريق اللي غيكون مدبر وملعق كدا غيكون بوحديتو جالس في واحد الجهه، غيكون كليماتيزي وداكشي. المهم المسائل غتكون على حقها. بما انك السي عزيز اخنوش، ولن اطيل عليكم، استثمرتي في المحطه ديال تحليه المياه ديال الدار البيضاء، ويقال ويشاء انك غتدي تربح منها شي 5000 مليار، ما عرف انا واش سنتيم ولا درهم ولا دولار ولا. المهم داكشي غريب، الله يسر لك الامور. علاش ما واحد الفيديو شفناه اليوم، احتجاجات ديالك على لسامير. علاش السي عزيز اخنوش لماذا لا تستثمر في هاد لسامير؟ تكلف ودخل انت وشريها تولي ديالك، وغتكون انذاك ابنت عن حسن النيه، وابنت انك واخا انت عندك 40% من البومبات وكتتحكم في السوق، انك ضحيت من اجل الوطن. علاش ما تحلوش هذا الاشكال ديال لسامير؟ انت كمستثمر خرج من التوني ديالك كرئيس حكومه ودخل كمستثمر، ودخل شري انت هاد لسامير، شريها كاع هي. اولا ملي غتشريها غيوقع واحد الاستقرار ديال المازوت والليسانس، وما نبقاوش نتسرقوا من طرف الحكومه ديالكم دابا اللي كتسرق المغاربه حسب التحليلات ديال الناس اللي كيفهموا، الناس الشرفاء المحللين السياسيين. 2 دراهم دابا عندنا زايده في المازوت والليسانس، كيقال واحد المحلل 7 المليار وقيله ديال اللتر، ضربها ب2 دراهم. شحال ديال الفلوس تسرقوا من جيوب المغاربه؟
فعندي واحد الفكره، علاش السي عزيز ما تستمرش في لا سمير وتنتهي المعاناه ديالنا، طيح 2 دراهم وليكون السوق منخفض ديال الغاز سميتو ديال البترول، شريو وديروا التكرير. واحد الحاجه زوينه دابا ملي كنا كنديروا التكرير كان عندنا داك، حيت دابا هاد باش كيصوبوا الشنطيات الكودرون هذاك من البقايا ديال البترول، بعدا كنا كنربحوا، بعدا الطرقات كنا كنربحوا اننا الحمد لله موجود صوب الطريق لا بيست، ان البقايا ديال داك اللي كيستخرجوا من البترول هو داك الكرافيد اللي كيديروا به الكودرون، هو الكودرون داك الزفت، داك الزفت راه من البقايا بعدا نربحوه، بعدا نصوبوا الطرقات وحنا مقروبه على كاس العالم ونحلوا المعابر والبيستات ونربحوا. فعلاش هاد الفكره، وانا عطيتك هاد الفكره ونناقشوا علاش ما واش انت الحمد لله من بين ارشي مليارديرات الاولى في العالم، علاش ما تدخلش على داك، على هاد البيعه وشريه ديال سمير، دخل عليها شريها نتايا وخلص الا كان شي خطيه وتولي ديالك انت، داك الساعه تولي انت تكرر لنا، ازيدي غير ربح. خديتي الهواء، خديتي الماء، خديتي الضوء، خديتي الاكسجين، خديتي المازوت، خذ هذيك ديال التكرير ديال البترول، خذها انت شريها وبدا تكرر لنا البترول. علاش دابا تبين انك واحد الانسان وطني، انسان حر. اولا غتعفينا حنا نبقاو ناخذوا المازوت وليسانس لاق 2 دراهم، وكل مواد غطيح والمعاناه ديالنا غطيح والالم والمشاكل. ما السي عزيز هاد الفلوس هادي كلها اش غدير بهاد الملايير؟ اش غدير بهاد الملايير والبلاير؟ علاش دير شي حاجه اللي زوينه، دير شي حاجه الله يجازيك بخير اللي زوينه، اللي غتبقى يترحموا الناس عليك وترحموا لك على الاباء والاجداد ويقولوا السي عزيز الله يجازيه بخير فكنا. علاش ما تحلش المشكل ديال لا سمير؟ الحمد لله الخير موجود. والسؤال دابا بنادم الا كلا وشبع ما كيمكنلوش يزيد ياكل، اش ديروا بهاد الفلوس؟ هاد الملايير وهاد البلايير وهاد المصيبه وهاد وسخ الدنيا اش ديروا به الا ما درتوش شي حاجه؟ دير شي حاجه زوينه قبل لا تسالى المده هاد العام. فهي رساله السي عزيز اخنوش رجاء دخل على هاد الصفقه ديال سمير. ياك دخلتي على هذيك الماء 5000 دولار ولا 5000 مليار، دخلتي على الاكسجين ديال، واخا الاكسجين غير ما كيتصنع ما والو، غير الاكسجين ديال اطب مستشفيات المغرب كله ديالك. دخلتي على المازوت، دخل على لسمير، راه فيها ارباح للمغاربه وفيها واحد استقرار وفيها غير نربحوا. داك الزفت اللي كيخرج من داك البقايا ديال البترول كيتصوبوا به الشنطيات، لان غنربحوا المغاربه رابحين وغادي نساولكش هذا الخير. ولا درتي هذا الجيست هذا نعاودو نصوتوا عليك الخطره الجايه وعلى الحزب ديالك وغتنجح. هذيك واحد الفكره طاحت عليا، لما لا السي عزيز خديتي هذاك التحليه ديال الدار البيضاء، دخل على هاد الاسامي ياك الحمد لله العاقه موجوده والخير موجود. فهادي جاتني فكره وقلت علاش حنا ملي صوتوا الناس عليك وعلى الاحرار باش تقيسونا بداك الخير ديالكم، نتوما كلشي مدبر، حنا غير ندوزو عليكم نشبعوا ساعه جوعتوا الشعب وفقرتوه ودمرتوه وقلنا زعما نتوما خيمات ونتوما الخير، ساعه نتوما وصحابكم والمقربون والعشيره والطباله هما اللي استافدين. فانا كاحد المغاربه يمكن الا درتي هذه القضيه ودخلتي على هذا لافير ديال سمير وفكيتي وشريتيها انت وليت بديتي تجيب لنا، اولا غنربحوا واحد المونطون يهبط، ثانيا غنربحوا وغتكون درتي واحد اللوجيست اللي زوين وتقدر هذه القضيه تلعب بها انتخابيا وتقدر تنجح. هذه مجرد فكره شاركتها معكم. انني كنشوف انا السي عزيز ملي طلع وحنا اللور ما دير شي حاجه زوينه باش نديروا الفرق بينك وبين الكيران والعداله، لان دابا نتوما كتاكلوا وتشربوا وتختخوا بيناتكم وصحابكم العشيره والفيرمات والضيعات، ولكن الفقراء يزدادون فقرا، ازداد عدد الفقراء والبؤساء
مظلومين مقهورين. هذه مجرد فكره، ونتمنى ان توصل دخل على هاد الاسامي، راه افير مزيانه، راه باش نعرفوا انك ماشي انت اللي داير لنا الحجره دابا في هادشي ديال البترول، باش تبين حسن النيه، لان ما دخلتيش عليها ما انت عندك 40%، اذا انت اللي داير لنا المشاكل، وانت السبب الغلاء، وانت الذي انت بسببك يسرق المغاربه بحكومتك في واضح النهار امام جميع السلطات المختصه، وتا واحد ما يقول اللهم ان هذا منكر. البترول طايح في العالم وطالع عندنا في المغرب، عندنا يمكن شي بورصه بوحدنا ولا شي قانون بوحدنا، ولا هذه مجرد فكره نتمنى انها توصل. تحياتي واحتراماتي للجميع.